السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشتركي أو مشتركاتي الفضليات. عدد اليوم أو فيديو اليوم حابة نحكي لكم على مسيرتي المهنية، يعني مسيرتي في مجال الخياطة. مجال الخياطة هذا يعني أعزائي اقتحمته في سن مبكرة، ويعني بلا ما تعلمت، يعني بلا باترون، بلا مقاسات، بلا حتى حاجة. يعني كنت في السن 16 سنة، يعني كنت في سن 16 سنة نحب هذه المهنة تاع الخياطة. كنت كي نشوف هكذا نتمنى نخيط. يعني كنت نخيط الفساتين تاع الدمى، يعني كنت بالإبرة والخيط التفصيل، يعني نفصل في يعني ورق تاع الجرائد، يعني نفصل أي موديل، نفصل الرقبات، نفصل الأكمام، نفصل يعني كل حاجة يعني تجي في بالي نفصلها. يعني وكان الفضل الكبير للوالدة تاعي، ربي إن شاء الله يرحمها، يعني كانت أول المشجعين، كانت تشجعني يعني يعني بكل شيء، يعني يعني بالدراهم، يعني باش نشري قماش، والله شريت لي ماشينة، يعني ماكينة خياطة. يعني كانت دائما هي الدافع، يعني كانت دائما تدفعني إلى الأمام، يعني وتشكرني وتشجعني. ربي إن شاء الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة إن شاء الله يا رب. المهم بفضل الله وبفضلها يعني وليت خياطة محترفة والحمد لله. نحكي لكم يعني على أول تجربة يعني في حياتي في مجال الخياطة. يعني كنت يعني بديت نفصل في القماش القديم، وكنت نطلب من العائلة، يعني من جدتي وأمي ويعني وخالتي ويعني وأفراد العائلة باش نخيط لهم، يعني كل واحد يتهرب، يعني كانوا يخافوا لنعود نفزد لهم القماش. في يوم من الأيام عملت يعني كمين للأم تاعي واخواتاتي، يعني قلت لهم يلا نزوروا عندنا دار خالي. هذو دار خالي يسكنوا في يعني البيت تاعهم في مزرعة، يعني دائما كي هكذا نروحوا كأننا رايحين يعني المتنزه. قلت لهم يلا نعملوا لهم زيارة، وهو مجرد كمين. خليت يعني مشاو في الطريق، يعني عادوا قريب يوصلوا، وانا قلت لهم نسيت، راه عندي واجب. يعني كنت نقرا سنه اولى ثانوي، يعني كنت نقرا سنه اولى ثانوي. شوفوا يعني ومن حبي للخياطه، شوفوا تخيلوا، يعني فكرت في هذا الكمين. قلت لهم لا انا ما نقدرش يعني نقصر وما نقدرش نبقى معاكم، انا نرجع للبيت، عندي واجبات، يعني وتعيط عليا يعيطوا عليا الاساتذه، انا نرجع. رجعت على اساس نحل التمرين ونراجع دروسي، وهو لا العكس، رجعت كانوا عندنا يعني دي كوبون، قطعات تاع قماش، جايبتهم الام تاعي وراح تبعثهم للخياطه. كانت عندنا جارتنا خياطه هي اللي تخيط للعائله. يعني كي عرفت بلي كاين القماش درت هذا الكمين، قلت ورجعت للمنزل وفصلت روبا ليا وروبا الاخت تاعي، موديل سامبل. دوك يعني نعتو لكم في الصوره، يعني نشفالو مليح مليح. هذه اول فستان خيطته، روبا كول باتو، يعني معناها راحوا يعني قصروا، يعني ما رجعوا، قاوني كملت خيطت دو غوب. جات داخله على الام تاعي والجده نتاعي، لقاوني ديجا لبست الروبه، قالوا له شني هذا؟ قلت لهم راني خيطت الروبه تاعي. يعني صراحه انبهروا وتشوف علامات التعجب في الاعين تاعهم. قلت لهم هكذا، يعني كون قلت لكم اعطوني نخيط، كنتوا دائما تصدوني مخافه نفزد لكم القماش. يعني من هذاك الوقت يعني اعطيت لهم يعني الثقه، وخليتهم يثقوا فيا، ومن ذاك عدو كي يشروا القماش يعطوني خيط لهم انا. يعني مع الوقت كل مره نكتشف خطا، يعني حتى تعلمت، يعني تعلمت مليح. وكنت باش نستعين
يعني قبل ما نعرفش نهز المقاس، ما نعرفش اصلا وشني هي حردة الابط، ما نعرفش اصلا وشني كلمة الارداف. يعني انا كنت نشوف هكذا فستان نخيطه وخلاص. كيفاش ندير؟ نجيب فستان قديم ونجيب بلاستيك شفاف، وكنت نحط البلاستيك على الصدر تاع الجبة او القندورة، ونرسم بالسيال، نقص، ومن بعد كي نكون نفصل نزيد حق الخياطة. يعني دائما هكذا بشويه بشوي، يعني مع الوقت ويعني وليت يعني فنانه. يعني كي نخدم حردة الابط نخدمها بدون يعني باترون، نخدمها فاسيلمون، والحمد لله رب العالمين. هذه حبيت برك نوصل هذه الرساله للاخوات اللي حابين يتعلموا ويهابوا، نقول لهم ما تهابوش الى الامام. يعني انا نصبت كامل العائله باش نحط المقص في الكوبون، وفعلا يعني درتها ونجحت فيها، يعني لدرجة خليتهم منبهرين، ويعني وبالتالي عادوا هما ليعرضوا عليا الأقمشة تاعهم باش نخيطها. إذن حبيباتي لازم شوية صبر، ولازم إرادة وعزيمة. كما يقول المثل: بالصبر يلين الحديد، بالإرادة تفعل ما تريد، وبالصبر يلين لك الحديد. معناها ما تسمعيش للطاقات السالبة أو السلبية، دائما تفائلي، دائما حابة تكوني خياطة تقدري تكوني بإذن الله تعالى. حبيباتي ما بقى لي إلا أن أقول لكم نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو ينال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.